معاكم مستر محمد الشرنوبي، وفي الفيديو ده معانا كابسول جديدة هنتكلم فيها عن حركة الشد في الكورمات والأبصال. طيب ركز معايا كده وافهم معايا الأول. أكيد احنا عارفين يعني ايه البصل، والبصل عند المثال هو أبصال النرجس، وأبصال النرجس دي قدرها هي البصل اللي ايه موجود عندك في البيت. ولكن الكورمات، عشان الناس اللي ما تعرفش، الكورمات ما هي إلا عبارة عن الايه القلقاس اللي احنا بنبتدي نشتريه. البصل والقلقاس لو تاخد بالك هما بيجوا دايما كده، دايما تحسهم في طينة. وحتى لو البصل جاي مش في طينة فهو عشان بيكون مزروع في جزء ايه رملي او نشف مع الوقت. تمام. طيب اصلا ايه حركة الشد دي؟ لو جيت بصيت معايا على البصلة او الكرمة بتلاقي ان هي فيها جزء اللي هو الاخضر ده، الجزء اللي هو هنا ده، وبيكون فيها الجزء اللي هو تحت ده. الكرمة او البصلة في بداية حياتها لو ده مثلا سطح التربة، فهي لو اتزرعت هنا مع الوقت بتبتدي تنزل حاجة منها اسمها الجذور الشادة. الجذور الشادة ديت اللي بدورها بتنزل تمسك في التربة من تحت. طيب بعد ما الجذور الشادة دي بتمسك في التربة من تحت، بعد ما هي كانت كده بتبتدي انها تتقلص، تلف حوالين نفسها مع مرور الوقت. فاللفة ديت بتبتدي ان هي تأثر من طول الكرمة او البصلة. ما هو انا دلوقتي لو عندي نفس الطول بس خليته كيرلز كده حوالين بعضه او ايه او خليته كيرلي او ملتف، بيوصل ان طوله بيقل. فلو حصل عندي ان طول الجذور دي قل، فبيبتدي ان هو ياخد الكرمة او البصلة ديت يسحبها لتحت. فمع الوقت بتنزل الجزء اللي هو بشاور لك بيه على السهم ده، بينزل لتحت التربة. طب ينزل لتحت التربة فين؟ قال لي والله ينزل لتحت التربة لحد ما الجذور الشادة تجيب اخرها في التقلص، يعني تقفل لحد اخرها. ودوت بيزود من التدعيم بتاع الاجزاء الهوائيه اللي بتكون موجوده فوق التربه. فالهدف عندي من الحركه ديت هو تدعيم الساق، او معلش تدعيم الاجزاء الايه الهوائيه بتاعتي اللي موجوده في التربه. تمام. فبالتالي بقدر ان انا اقوي الجزء اللي ماسك في الهواء. جميل. وعندي الكلام ده بتلاقيه بيحصل في الكورمات اللي هو القلقاس والبصل والزنجبيل كمان. يبقى الهدف عندي هو تدعيم الايه الساق ضد الرياح. وعندي الحركه ديت بتفضل شغاله، يعني التدعيم او الكرمه طول الجذور الشاده مع الزمن بيبتدي يقل لحد ما توصل لليفل ان هي خلاص عند اخرها، زي ما قلت لك ايه، خلاص ما تقدرش تلف على نفسها تاني، فخلاص الطول يثبت. وهو ده بيكون المستوى المناسب لتدعيم الجزء الهوائي عندي. فبالتالي اقدر ان انا ادعم الجزء الهوائي كويس لحد مستوى مناسب، واكون محافظ على الكرمة او البصل. كده نكونوا اتكلمنا عن حركة شد في الكرمات والابصال. كنهاية كل كبسول بالشفا.